استمعنا الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب المصري متحدثا بعد نهاية المباراة في الكثير من المشاعر، وبعدين في نقطة مهمة انه في حالة الانتصار نشوة البعض ينسى، وذكر تقريبا كل فريق العمل. حسام واحد مننا، حسام واحد من الشعب على فكرة. حسام انا اتعاملت معاه كان منتخب مصر 2006. حسام لما كنا بنمشي في الاتوبيس يقول يا واد انت وهو بص شمال ويمين، انتوا ربنا مديكوا نعمه ان انتوا تفرحوا الناس دي، ويحس بالناس. تحسه مواطن بسيط. حتى كلامه قال لك اهدي للناس الغلابه في مصر. انا عشان كده قلت لك يا محمد هو واحد مننا. انا بحب حسام على المستوى الشخصي. حسام ده الجيل الحالي واللي بيدربه ده شاف ايقونه، وانا احب الايقونات لما تمسك مجال تنجح فيه، لان ده مجالنا، دي شغلتنا. وزي ما قلت لك الجهاز، اتكلم على الجهاز، انا اتعاملت مع كل الجهاز الافراد بتوع الجهاز، كابتن ابراهيم من افضل الباكات رايت الموجوده في تاريخ مصر، طارق سليمان برضه، محمد عبد الواحد كان لعيب معايا في الترسانه. فالجهاز كله كل واحد له دوره، وحسام بيحب يدي كل واحد برستيجه. هو مش اناني، هو اناني في النجاح، هو عاوز ينجح. حتى في نهايه المباراه ذهب وتحدث مع الشناوي. ايوه هو عاوز ينجح، انه احنا مجموعه. أيوة. لان اكيد الشناوي كان دايما هو الحارس الاساسي في المنتخب، لانه اول واحد في التاريخ لعب كاس عالم كلاعب، ومسك مصر كمدرب، وتاهل ان شاء الله للدور اللي بعد كده، فحاجه تاريخيه ليه. فانا على المستوى الشخصي انا بتمنى له كل التوفيق وكل خير. وبعدين يا محمد النقطه المفصليه بتاعته كاس الامم، هو متحرر في البطوله دي، هو مستمتع بالاجواء، هو بيحب النجاح ما بيحبش الخساره. كاس افريقيا كان تحت الضغط لانه لم يكن واثقا من قدرته على الاكمال في منصبه حتى كاس العالم. صح، وصل للحلم بتاعه، فهو بيعيش حلم. الحلم الحالي هو بيحققه على الواقع، وماخذ بالاسباب مثل ما قال، وعارف نقاط قوه فرقته والامكانيات اللي بيقولها فرقته. احنا عندنا نلعب كره حلوه على فكره، كره هجوميه. حسام كان لعيب كان بيحب كل الهجوم، حسام بيكره حاجه في الدفاع، فاهم؟ ده كان مهاجم. فالفكر بتاعه ان فرقتي لازم تلعب تهاجم بس ما تفقدش توازنها، ما تفقدش توازنها. ده كل الامور بتعالجها. حاجه تانية، الناس للاسف كانت بتختصر حسام حسن في الروح، يقول لك الروح وبتاع. النهارده تكتيك، صح. شفنا في الماتشين حاجه تكتيك، شفنا ماتش بلجيكا حاجه، والنهارده الشوط الثاني حاجه تانية. عرف يرجع الفرقه لوضعها الطبيعي في كاس عالم، في بطوله كبيره.